الكبدة بتطلع معاكي زفرة بتاعة الفراخ، اوعي تغسليها بمية وخل. اهم حاجة هتحطي ايه؟ هتحطي عليها ملح وهتحطي عليها دقيق وتسيبيها 10 دقايق، وبعد كده تغسليها وتصفيها بمية عادي جدا، وتحطي لها بعد كده ربع كوباية لبن وتسيبيها برضو 10 دقايق. تعالي بقى نعمل البديل للرز البسمتي اللي سعره وصل ل100 وشوية. هنجيب معلقة من الزبدة أو السمنة، وكمان معاها شوية زيت، وهننزل بالإيه؟ بلسان العصفور. هننزل بنص كيلو أو 400 جرام من لسان العصفور، وهنبدأ نحمره لحد ما لونه يبقى ذهبي. هتشوفي دلوقتي حالا، مش هياخد منك ثواني، وهتطلعي أكلة تحفة جدا وهتعجبهم جدا، وكمان اقتصادية وعلى قد ايديكي. هي مش اقتصادية قوي. هنبدأ نقلب مع بعض كده لمدة 10 دقايق، وبعد كده هننزل عليها بإيه بقى يا ستي؟ بصي هنا أنا بحاول أوريها لك، بس هنا الكاميرا ما كانتش مظبوطة معايا. هتظبط دلوقتي وهتشوفي لونه بقى حلو جدا. بحاول ألعب في الكاميرا بس كانت مش عايزة تظبط، هي سقعانة تقريبا. بصي يا ستي، أنا هنا كنت مقطعة بصل، أيوه، بصل صغير. بصل كده كنت مقطعاه صغير، وشوية فلفل كده مقطعاهم صغيرين. أكلة كده سريعة، لزوم الوقفة قدام البوتاجاز 10 دقايق وتروحي كده تقعدي في أي حتة. هبدأ أشوح البصل بقى مع لسان العصفور بعد ما لونه بقى ذهبي، وهنزل عليهم بفصين صغيرين من الثوم وشوية فلفل ألوان. عندك فلفل ألوان حطي، ما عندكيش ما تحطيش. عندك جزر حطي كمان، جزر مبشور مش متقطع، مبشور، البشرة الخشنة. تمام. هتبدأي تقلبي الكلام ده كله مع بعضه كويس جدا لما تحسي انه خلاص كده. لو ما عندكيش بقى جزر مبشور هتعملي ايه؟ انا كان عندي هنا حوالي نص كوبايه في الفريزر من البسله والجزر، فالجزر المجمد ده بيكون طري شويه، لكن لو قطعتي جزر وحطيتيه مش هيستوي في الوصفه دي. تمام. هبدأ اقلبهم كده لحد لما الميه اللي في البسله تفك، وهنزل بقى عليهم بالكبده. ده كان كبده وقلب بس. هنزل عليهم كده بالكبده ومش هقطعها خالص، انا عايزاها صحيحه. وبعد كده هكون انا مسخنه الكاتل او البراد او اي حاجه عندك، وهتبداي تضيفي عليهم. ما تنسيش بقى تعملي لي لايك وشير كتير، وتسيبي لي كومنت حلو كده زيك. وانا بجد بشكر كل الناس اللي بتدخل وتفضل معايا كده للدقيقه التانية، بشكرهم جدا. هنا بقى انا حطيت بهارات فراخ معلقه واحده بس، وطبعا الملح بتاعك زي ما انت عايزه، وتنزلي بالميه تكون سخنه. لازم المية تكون سخنة علشان ما يعجنش منك. وهنا انا مش بعمل شوربة، انا هنا عاملاه على ان هو مفلفل زي الرز البسمتي بالظبط. المية هتكون اعلى حاجة بسيطة من الخضار والكبدة ولسان العصفور. بصي بقى الجمال يا ست البنات، اتفرجي بقى. حمرت كمان جنبهم شوية بطاطس وطالع مفلفل في منتهى الجمال. بصي الجمال، شايفة؟ وكأنه رز بسمتي بالظبط. لو الولاد بيحبوا الرز البسمتي هتعجبهم الوصفة دي جدا جدا جدا. ما تنسيش بقى تعملي لي شير، وإن شاء الله الوصفة تكون عجبتك، وأشوفك على خير إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. باي باي. اوعي تنسي تسيبي لي كومنت حلو كده زيك. بصي بقى، بصي كمان بقولك باي باي من غير ما اوريكي الكبده. بصي الكبده من جوه زي الفل ومستويه وما خدتش وقت خالص، والبطاطس كانت جميله جدا معاهم. يلا سلام عليكم.